هو خائن غدار. ممكن بسببه يعني تحصل مشاكل كتيرة جدا جدا، وفتن وأزمات وبلاوي كتيرة جدا لا حصر لها. ايه هو الخائن الغدار؟ اللي تحاول ان انت تبعد عنه بأي طريقة. أولا، خيانة الأمانة. خيانة الأمانة نوعين: أمانة مادية وأمانة معنوية. الأمانة المادية يعني إيه؟ واحد ادالك فلوس تحفظها عندك، واحد ادالك أوراق مهمة جدا وقال لك احفظها عندك. الفلوس دي طبعا انت ممكن تستخدمها من غير ما تقوله، ده خيانة. الأوراق دي ممكن تطلع عليها أي شخص آخر وهي أوراق هامة وخاصة، ده خيانة الأمان. أمانة عملك زي إيه؟ أنت طبيب ومريض جالك، بتديله علاج مش هو العلاج الأمثل والأفضل عشان أنت هتستفاد بالشركة صاحبة العلاج، دي خيانة الأمان. لو أنت موظف وحاولت تاخد رشوة عشان تأدي بس دورك اللي أنت بتاخد عليه مرتب وأجر، خيانة الأمان. لو أنت مهندس وحبيت تغش وتخدع وتزور، خيانة الأمان. لو أنت معلم بتزوغ من المدرسة عشان تدي درس، خيانة الأمان. لو أنت شخص عادي، واحد قالك على سر وقلته لأي شخص حتى لو صاحب أمان، خيانة للأمان. لو واحد بعتلك رسالة على الواتس أو على الماسنجر أو أي وسيلة وأنت نقلتها لواحد تاني، والرسالة دي ممكن تعمل مشكلة أو رسالة سرية أو خاصة أو تمس أسرار، خيانة للأمان. مش أي نقل حاجة خيانة للأمانة، خلي بالكم. يعني مثلا إيه، أنا واحد بعت لي رسالة فيها رقم تليفون مثلا، وأنا بعت هذا الرقم للشخص اللي هو عاوز التليفون ده، مش خيانة للأمان. واحد بعت لي معلومة علمية أو معلومة اجتماعية أو أي معلومة، وأنا بنقلها لشخص تاني بهدف اللي أنا بنقله علم، مش خيانة للأمان. إنما الخيانة هي لما واحد مثلا يقول لي على أسرار أو يبعت لي فويس أو أي حاجة، وفي حاجات خاصة أو سبيشال جدا، وحاجة ممكن تعمل أزمة وانقلها بدون إذن صاحبها، دي خيانة للأمان. فالأمانة صعبة جدا، ممكن تبقى معنوية زي خيانة الأسرار والأفكار. واحد مثلا ألف كتاب وأنا أروح أخد من الكتاب ده معلومات وأروح أعملها مذكرة أو كتاب تاني وأكتب عليه اسم، خيانة للأمان. يعني سرقة الأفكار، سرقة الأسرار، وسوء استخدامها وإدارتها، خيانة. لو أنت مكلف بشيء معين وخالفته وأنت متعهد به أو مسؤول عنه، خيانة للأمان. لو أنت صاحب شركة أو مدير شركة أو مدير مصنع أو أي هيئة وقعدت تحابي وتعادي لمصالح شخصية، خيانة للأمان. أخطر الخيانات اللي ممكن نشوفها يعني
وممكن تأثر علينا في هذه الأيام خيانة رجال الجلسات. احنا قلنا قبل كده فيه صفات وسمات يجب أن تتوفر في رجال الجلسات. أول هذه السمات أو الصفات النزاهة، لأن طبعا في منازعات كتيرة، في مشاكل كتيرة بسبب الأمراض اللي احنا قلناها وبسبب التلوث الأخلاقي، والمحكمة مش هتقدر تحل كل ده. حاجات كتيرة جدا، وممكن لو عملناها قانونا ممكن تتأخر شوية، إنما رجال الجلسات ممكن يبقى منجزين ويخلصوا الموضوع بسرعة. إيه هي الصفات اللي المفروض نشوفها في رجال الجلسات اللي هم بيحلوا المنازعات والمشكلات وبيصلحوا بين الناس إن أمكن، وبيدوا لكل واحد حق؟ إيه أول حاجة النزاهة. النزاهة يعني إيه؟ شخص ملوش هوى أو غرض. الشخص اللي المفروض بيقعد في جلسات وبيحل مشكلات المفروض ما يستفدش من أي طرف. لو راح حتى لمكان الجلسة أو كده يروح بالسيارة بتاعته لو عنده، أو معلش يأجر عربية أو يأجر توك توك أو أي وسيلة مواصلات توصله للمكان. إنما ما يعتمدش على إن أحد أطراف القضية يجيب له مواصلة، ما يعتمدش إن أحد أطراف القضية يغديه أو حتى يسقيه شاي. لأن في قصة غريبة جدا قيلت، يعني قالها أحد الحكماء، إن كان في قاضي بيحكم بين خصمين. القاضي ده كان معروف عنه اللي هو بيحب الرطب التمر يعني. فأحد الخصمين بعت له طبق من التمر. فهذا القاضي كان راجل نزيه جدا ومحترم جدا وعادل جدا. فلما عرف إن اللي عطيله الهدية ديت شخص له خصومة وله قضية، رفض أو رد الطبق. مع إنه رد الطبق إنه هو تنحى عن القضية. الحاجة الغريبة بقى اللي هو تنحى عن القضية ليه؟ فلما سئل قال له أنت رددت الطبق ويعني مفيش أي ضغوط ولا في أي حاجة. فقال لأحد الناس القريبين منه والله ما استويا في نظري. يعني هو الشخص المهدي له والشخص التاني الخصم ما استووش في نظره حتى بعد أن رددت الطبق. حتى بعد ما رد الطبق ما استويش برضه، لأن الإنسان ضعيف. ممكن واحد يقول له كلمة، ممكن يتأثر بعواطفه، ممكن يتأثر بحبه أو كراهيته، ودي مهمة جدا. يعني الكراهية لا تجعلك إيه تظلم، والحب لا يجعلك إيه تحابي أو تجامل. يبقى أول حاجة النزاهة. النزاهة البعد عن أي منفعة تجي لك من ناحية أصحاب القضية أو أطراف القضية. تاني حاجة العدل. العدل إن أنت تدي كل ذي حق حق. أي واحد عنده حق اديله حقه. لا تجامل من تحب ولا تظلم من تكره. العدل. لو حسيت إن أنت مش هتقدر تعدل تنحى عن القضية. تالت حاجة ودي مهمة أيضا الأمانة اللي احنا بصددها. يعني ايه الأمانة؟ أمانة المجالس. انت سيادتك هتسمع وهتسمع حاجات غريبة وعجيبة، وهتسمع قصص، وهتسمع مشكلات كتيرة وأسرار خطيرة جدا جدا. متروحش بقى تعمل ديت بقى الحديث بتاعك هنا وهناك في المجالس بتاعتك الخاصة وعند أسرتك وعند أصحابك. تقول ده أنا كان عندي قضية كذا والراجل قال كذا والست قالت كذا اوعى تنقل، اوعى تنقل، اوعى تكشف الأسرار اللي انت بتسمعها. كده تبقى خاين للأمان.
حتى لو بعدها بسنوات احتفظ بها واستر الناس عشان ربنا يسترك. يبقى يعني شرط مهم جدا لرجل الجلسات توفر الأمان. لأن رجل الجلسات اللي ما عندوش أمانة، اللي هو بينشر الأسرار بيهتك الأستار، لا يؤتمن. ما ينفعش، مش هيقول كلمة حق ومش هيبقى نزيه. يبقى الشخص اللي عنده أمانة يعني مهم جدا، خاصة في رجال الجلسات. صفة رابعة، التضحية. عشان هتضحي بإيه؟ هتضحي بوقتك، والوقت مهم جدا، لأن الوقت ده هو اللي بيجيب لك المال وبيجيب لك حاجات كتيرة جدا. هتضحي بمالك أحيانا، يعني ممكن تضحي اللي أنت تسافر مسافة كبيرة جدا، سواء بسيارتك أو بمواصلة أو إلى آخره. هتضحي بجهدك، هتبذل جهد كبير جدا في المجال ده، وممكن تروح المشوار ده مرة واتنين وتلاتة وأربعة. هتضحي بأعصابك، ممكن تسمع كلمات تنرفزك أو تضايقك أو تخرجك عن شعورك ووقارك، فأنت لازم إيه تضحي، لازم تضحي بكل الحاجات دي. 5، الثبات الانفعالي. يعني إيه الثبات الانفعالي؟ الثبات الانفعالي هو اللي الإنسان ما يتأثرش نفسيا بالمواقف، سواء تأثير إيجابي أو تأثير سلبي. بمعنى أنت شفت حاجة، هي حاجة ممكن تخليك تغضب، ماشي، أنت ممكن تغضب كإنسان، بس المواقف الغضب دي ما تخليكش إيه تصل إلى قرار أو تعمل قرار يناسب هذا الغضب. يبقى الثبات الانفعالي بينتج عنه الهدوء، بينتج عنه القدرة على اتخاذ القرار بطريقة صحيحة. لأن الإنسان الأهوج العصبي اللي ما عندوش ثبات انفعالي ممكن إيه يتسارع في إصدار القرارات. شخص قال كلمة نرفزته، أو قال كلمة خارجة أو لو أنت إنسان أهوج أو متسرع أو عصبي، ممكن إيه تتسرع في إصدار القرارات وبالتالي هتظلم يعني. يبقى الثبات الانفعالي مهم جدا جدا. يبقى احنا قلنا النزاهة، العدل، الأمانة، التضحية، الثبات الانفعالي. في حاجة مهمة كمان، الذكاء. الذكاء ده مطلوب في كل حاجة، وخصوصا الذكاء الاجتماعي، الذكاء العام مع الذكاء الاجتماعي. الذكاء العام بيخليك تفهم، يعني محدش يخدعك ولا يضحك عليك، ولا بالمعنى البلدي يقول لك ايه ده هو لبسوه العمة، او يعني خدعوه او ضحكوا عليه، او تبقى شكلها بايخ جدا. يبقى الذكاء العام مهم، والذكاء الاجتماعي. يعني ايه الذكاء الاجتماعي؟ تفهم الناس اللي قدامك وتعرف ده صادق ولا كاذب، وتعمل اختبارات للصدق والكذب، وتعرف اللي قدامك هل هو بيخدع ولا بيقول صح. يبقى الذكاء مهم جدا. صفة كمان، العلم. مش شرط تكون عالم في كل شيء، إنما رجال الجلسات لابد أن يكونوا علماء في أشياء كثيرة جدا.
في المساحات، في الأراضي، في العقارات، في التجارة، لأن في المواريث، يكون عندهم علم في يعني في مجالات شتى. وطبعا مش هيبقى كل رجال الجلسات ملمين بكل العلوم، فممكن يستشيروا ناس في العلوم اللي هم يحتاجوها في هذه المشكلات أو هذه الأزمات. يعني لو في مثلا، على سبيل المثال، مشكلة في الميراث، يبقى بيستشيروا حد في الميراث. مشكلة في العقارات، يبقى لازم يعرفوا الأسعار، ويعرفوا المقادير، ويعرفوا الظروف، ويعرفوا طريقة التقسيم والحاجات دي. لو في مشكلة في سيارات، لو في مشكلة في أراضي زراعية، لو في مشكلة في يعني بين اتنين، مشكلة معنوية، لو في مشكلة زوجية، لو في مشكلة في النفقات، يبقى عنده قدرة على إصدار القرار، ويعرف الأسعار، ويعرف الظروف والكلام من ده. يعني محتاجة إلى علم. ومع العلم الثقافة، واحنا بنقول الثقافة اللي انت بتعرف شيء عن كل شيء. يعني تكون عندك معرفة بجميع الأمور اللي حواليك، جميع القضايا اللي تهمك وتهم الناس. يبقى العلم والثقافة مهمين جدا جدا عشان تبقى رجل جلسات ناجح. لابد اللي يكون انت ملم وعندك ثقافة بأمور كثيرة. هقول كمان صفة، يعني هي مهمة بس مش مهمة جدا، تيجي في الآخر بقى: الغنى. يكون إنسان غني، مش يعني إيه غني؟ مش غني يعني ملياردير، لا، يكون إنسان مستور فوق المتوسط. ليه؟ عشان الشبهات يعني تبعد عنه بقدر الإمكان. لأن لو إنسان محتاج حاجة، ممكن يتأثر بمغريات، برشاوي، بهدايا، بعطايا، فهو يبعد عن المشكلة إزاي؟ يبقى هو مش محتاج حاجة. يقول لك ده فلان ده شبعان، فلان ده غني، مش محتاج حاجة. فالغنى مهم جدا، لأن الإنسان اللي محتاج ممكن يدفعه الاحتياج إلى الخطأ، إن هو يمد إيده، إن هو يقبل هدايا. هي بنقول عليها هدايا بس هي مش هدايا. فالاكتفاء، نقول عليها الاكتفاء الذاتي، مهم جدا لرجل الجلسات. ما يقلش عن الأمانة، ما يقلش عن التضحية، ما يقلش عن العلم والثقافة، ما يقلش عن الاتزان الانفعالي. آه، مهما يعني فيه صفات مهمة تانية كثيرة جدا. منها كمان حسن الخلق، يبقى معروف إن أخلاقه كويسة بين الناس، عشان لا يطعن فيه، والناس تحترم كلمته. يقول لك ده هو فلان ده اللي بيحكم عليا، ده وضعه كذا ومشيه كذا وظروفه كذا. يبقى لازم الإنسان يبقى حسن الخلق، يبقى سيرته كويسة بين الناس. إنما واحد مثلا يعني ماشي بطال، مش عاوز أقول أمثلة يعني، أو أخلاقه سيئة، أو علاقته بالناس سيئة، ما حدش يحترم كلامه ولا حد يقتنع بحكمه. إنما الإنسان حسن السير، السمعة والسلوك، هو يعني أقرب إلى الإقناع، يعني يقنع الناس. إنما هتجيب لي شخص سيء السمعة وسيء الخلق ويحكم، ولا حد هيسمع يعني. طبعا قبل ما انهي الحلقة المهمة ديت،
بتمنى وبدعو بالشفاء العاجل للزميل والأخ المحترم الأستاذ أحمد فكري، معلم اللغة الإنجليزية الكفء الخلوق. ربنا يشفيه ويعافيه من كل مرض وداء. كذلك بتمنى الشفاء العاجل للحاج رأفت شهاب الدين والمهندس رضا عقل. وبتمنى الشفاء العاجل للوالد الحبيب المحترم المثقف الذكي المهندس محمد علي شومان. قبل ما أنهي الحلقة، وأذكر السادة المشاهدين والمحبين والمستمعين بالاشتراك في قناة عسل ترياق مر المذاق. حضرتك هتكتب في البحث على اليوتيوب عسل ترياق مر المذاق وتشترك في القناة. طبعا القناة هتلاقي فيها اللي انت عاوز حاجات ثقافية هتلاقيها، حاجات اجتماعية هتلاقيها، حاجات أخلاقية هتلاقيها، حاجات خاصة باللغة هتلاقيها. إن شاء الله تجد اللي انت عاوزه بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.